واخيرا لقيت تطبيق تقدروا ان انتوا تشوفوا عليه كل المسلسلات التركية مدبلجة ومترجمة بالعربي، غير ان كمان ليهم مسلسلات من انتاجهم، وهو تطبيق فيو، وسهل جدا في التعامل. هحط لكم لينك التطبيق في الديسكريبشن بوكس. ودلوقتي بقى هقول لكم على افضل المسلسلات التركية اللي كنت اتمنى ما كنتش شفتها عشان ارجع اشوفها مرة تانية، وكلها موجودة على تطبيق فيو. اول مسلسل هو مسلسل الكذبة، والمسلسل ده قصته كانت حلوة جدا وفيه دراما جميلة، وبيتكلم عن الام اللي بتضحي علشان خاطر بنتها. قصة المسلسل هنا بتتكلم عن شخصية اسمها مليكة، في يوم من الايام بتتهم ظلم ان هي قتلت زوجها وبتدخل السجن، ولما بتدخل السجن بتدي بقى بنتها لاختها جوليا وجوزها علشان تكون امانة عندهم. وبعد 20 سنة بتخرج من السجن، وطبعا بتكون مشتاقة لبنتها وعايزة تروح ان هي تشوفها. لكن هنا بتحصل المفاجأة، وهي ان اختها دي وجوزها كمان راحوا وباعوا بنتها لعيلة غنية. ومن هنا بقى بتبدأ مليكة ان هي تروح لبنتها، وبتحاول بقى تتخطى صعوبات كتير جدا عشان تكسر الحاجز اللي حصل ما بينهم بسبب اختها طبعا. وجوز اختها بيكون عايز ينتقم منها برضو على اللي هي بتعمله ده. فقصة المسلسل هنا في احداث درامية عائلية حلوة جدا، وكمان في تضحية من الام كانت جميلة، هيفضل شدك من اول حلقة لاخر حلقة. برشح لكم المسلسل ده جدا. تاني مسلسل هو مسلسل متاهة الحب، والمسلسل ده هو غني عن التعريف اصلا، وشدني الاحداث بتاعه من اول حلقة. بيتكلم عن شخصية اسمها نارا، وهي بنت مدللة من عيلة غنية، لكن عندها امراض نفسية بسبب تعامل والدتها القاسي معاها وعدم حبها ليها، وده اثر في شخصيتها من وهي صغيرة. وكمان على الناحية التانية بيكون في شخص اسمه مجد، ومجد ده برضو بيكون من عيلة غنية وعنده جد متسلط، وكمان والدته بتعاني من امراض نفسية. العيلتين دول بقى كانوا عيلتين مقربين، عيلة نارا وعيلة مجد، وكانوا متفقين ان لما يكبروا نارا ومجد هيتجوزوا. وده خلى نارا تتعلق بمجد قوي وتبقى حاسة ناحيته بهوس كده، وزود الامراض النفسية كمان عندها. كمان بيكون في شخصية تالتة وهي انجيلا، وانجيلا دي بقى بتكون بنت فقيرة ووالدها ووالدتها بيتوفوا في حادثة، فوقتها خالتها بتاخدها تربيها، وبعد كده كمان بتاخدها تشتغل في القصر اللي هي كانت شغالة فيه، اللي هو عند عيلة نارا. نارا بقى لما بتتقابل بأنجيلا دي بتبدأ تطلع الأمراض النفسية عليها، وتحس إن هي بتعاملها وكأنها دمية عندها. بعد كده لما الشخصيات دي بقى بتكبر، مجد بيكون سافر وبعدين بيرجع علشان خاطر إن هو يتجوز بنارا زي ما عيلته كانت عايزين. لكن لما بيرجع بيتقابل بشخصية أنجيلا، وبتبدأ إن هي تحصل ما بينهم قصة حب، ومن هنا بتبدأ متاهة الحب ما بين الثلاث شخصيات. مسلسل من اجمل المسلسلات اللي انتوا هتشوفوها. تالت مسلسل هو مسلسل ثلاث إخوة، والمسلسل ده كان محقق مشاهدة عالية جدا في تركيا وقت عرضه وكمان خارج تركيا. والمسلسل ده هو مقتبس أصلا من رواية، ودايما المسلسلات اللي بتكون مقتبسة من رواية بتشدني جدا في الأحداث بتاعتها وبتكون مشوقة. هو بيتكلم عن ثلاث إخوات، وهم بيسان وفتون وكمان داليا. الثلاثة دول هم من عيلة بسيطة وعايشين مع والدهم ووالدتهم في قرية صغيرة على بحر إيجا. لكن بعد كده بقى كل الأحداث بتتقلب لما أختهم الكبيرة اللي هي بيسان دي بتتجوز، وبتتجوز من شخص من عيلة غنية وهو بيكون اسمه عمر. بعد كده بقى لما بتتجوز بتتفاجئ إن عمر ده أصلا مغصوب على الجوازة وما كانش عايز يتجوزها، وكمان بيحب شخصية تانية اسمها أمينة. فحياتهم كلها تقريبا هي واخواتها بتتقلب. بعد كده شوية بشوية عمر ده بيبدأ إن هو يحب بيسان، وكمان بيسان بتحبه، وبيتحول جوازهم اللي كان بالغصب لقصة حب جميلة جدا. رابع مسلسل هو مسلسل لعبة الحظ، والمسلسل ده من أجمل المسلسلات الكوميدية اللي انتوا ممكن تشوفوها، واتكلمت عنه أكتر من مرة من كتر ما أنا بحب المسلسل ده. يعني قصة المسلسل هنا بتتكلم عن بنت اسمها ندى، اللي بتكون لسه خارجة من قصة حب فاشلة، وكمان حبيبها اللي كانت بتحبه بيخدعها وبيروح وبيحب واحدة تانية، وبتتوقع بقى ان خلاص هي هتعيش كل حياتها تعيسة، لان عندهم اعتقاد في عيلتهم ان لو واحدة سابها حبيبها الاولاني هتعيش تعيسة طول العمر. وبعد كده بتروح تشتغل في شركة علشان تلاحق حبيبها الاولاني ده. وبعد كده هنا بتتقابل بشخص اسمه موسى، وموسى ده بيكون صاحب الشركة، لكن بتنشأ ما بينهم قصة حب حلوة جدا، وهو بيكون العوض لندى ده.
ده. وقصة الحب دي على فكرة اتحولت لقصة حب حقيقية في الواقع، والثنائي دول حبوا بعض وكانوا من أفضل الثنائيات اللي في الدراما التركية واللي خارج كمان الدراما التركية في الواقع يعني. تقدروا تشوفوا عليه المسلسلات مترجمة ومدبلجة على حسب ما انتوا حابينها، مترجم أو مدبلج. بالإضافة كمان إن انتوا لو حابين تتفرجوا على المسلسل بدون أي فواصل إعلانية بيكون باشتراك رمزي بسيط جدا. ومش بس كده، بتقدروا كمان إن انتوا تحملوا كل الحلقات وترجعوا إن انتوا تتفرجوا عليها من غير إنترنت. وممكن كمان باشتراك واحد بس تتفرجوا على 5 أجهزة في نفس الوقت، سواء تلفزيون أو تابلت أو موبايل. فنصيحة مني ليكوا، حملوا تطبيق فيو، هسيب لكم لينك التحميل في الديسكريبشن بوكس. وكمان قولوا لي ايه هو رأيكم فيه بالتعليقات، وايه هو اول مسلسل هتشوفوه على تطبيق فيو. هستنى رأيكم. سلام.